صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. الفيديو النهاردة هيكون ازاي نهتم ببشرة وشنا وروتيني انا في العناية ببشرتي، زائد شوية نصايح بسيطة من خلال يعني معلوماتي المعلومات البسيطة يعني اللي عندي. اول حاجة هبتدي بيها، انا عايزة اقول لكم بس نصيحة في الاول. والنصيحة دي يعني هي انا ما عملتهاش عن نفسي وانا صغيرة، فطبعا انا بنصحكم بيها جدا ان انتوا تعملوا، يكون عندكم روتين لوشكم من وانتوا 20 مثلا سنة. يعني 20 سنة كويس قوي تكوني بدأتي روتين. ماكسيمم بالكتير جدا تكون عندك 25 سنة تكوني بقى عندك روتين لوشك. الغلطة اللي انا عملتها انه انا ما بدأتش روتين ولا حاجة لوشي، وكانت النتيجة ان انا دلوقتي عندي الخطوط التعبيرية بقت خلاص، بقت تجاعيد، وبقت خطوط باينة واضحة من غير ما اعمل حركة بوشي او حاجة، يعني من غير مثلا ما ارفع حواجبي فالخطوط اللي في قرطي دي تبان. لا، هي بقت موجودة حتى زي محفورة شوية. وده نتيجة ان انا وانا في العشرينات ما كنتش بستخدم روتين، وكنت بقول انا وشي اصلا دهني، احط كريمات ايه تاني اللي هحطها، انا بشرتي مترطبة لوحدها. انا ما عنديش اصلا عيوب في وشي، ما عنديش حب شباب ولا حاجة. كانت تطلع لي حباية كل فين وفين، احط لها مرهم مضاد حيوي جراميسين، خلاص بتروح والموضوع بيخلص على كده. طبعا ده كان غلط رهيب انا وقعت فيه. وكمان كانوا بعض الناس بتقولي اوعي تحطي كريمات بتاعه التجاعيد والحاجات دي علشان وشك هيبوظ. برضو ده كلام غلط، لانه انا المفروض ان انا اختار كريم يكون مناسب لنوع بشرتي الاول، وكمان مناسب لسني. يعني ما ينفعش ابقى عندي 20 سنة وبستخدم حاجة بتاعه حد عنده 30 سنة او 40 سنة او اكبر واقول علشان يعالج لي التجاعيد. لا طبعا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ علشان الخلايا بتاعة البشرة بتفرز كولاجين طبيعي، والمفروض ان في العشرينات بيكون يعني الكولاجين بيفرز كويس وكله تمام يعني. فانا ما جيش احط لها كريمات تكون بتاعة حد وشه محتاج كولاجين وياخد كمية كبيرة من الكولاجين، فبالتالي الخلايا بتاعة البشرة تكسل انها تشتغل، فيفضل يعني اول ما بطل الكريم الاقي وشي باظ. هو ده اللي بيبوظ الوش. لكن ان انتي تستخدمي كريم من بدري يكون مناسب لنوع بشرتك ولسنك، دي حاجة مهمة جدا. فدي انا غلطة انا وقعت فيها، فبنصحكم لازم تستخدمي يكون عندك غسول بتاعك وكريم للنهار وكريم للعين وكريم بالليل، وترطبي وشك كويس. اوعي تقولي وشي دهني مش هرطبه، الكلام ده غلط. دي اول حاجة، او هي دي يعني اهم نصيحة انا يعني حبيت ان انا اقولها لكم. بعد كده عايزة اقول لكم ايه هي الكريمات بتاعت اللي هي مضادة للتجاعيد. طبعا هي خلاص التجاعيد لما بتطلع في وشك وبتبقى خط كده باين خلاص ان انت عندك هنا تجاعيد. انا مش عايزه احبطكم يعني، بس هو ده الواقع، انه مفيش حاجه هتضيع التجاعيد نهائي خالص، الا اذا عملتي فيلر، بوتوكس، الحاجات دي تحقني بقى حاجه تضيع لك التجاعيد. لكن الكريمات بتحسن شكل التجاعيد لو طلعت. من الكريمات، المكونات بتاعت الكريمات المضادة للتجاعيد الريتينول، ده بيبقى فيتامين A مركب. والمفروض انه لو انتي حامل ما تستخدميش كريمات فيها ريتينول. وانتي حامل ما تستخدميش كريم لبشرتك يكون فيه ريتينول. كمان من الحاجات الموجودة في الكريمات المضادة للتجاعيد أحماض الهيدروكسي أسيد. دي بتكون مشتقة من الفواكه، أو بيطلعوها يعني بيجيبوها من الفواكه، فبتكون فيها نسبة من السكر. بتكون دي
بقى ليها يعني زي ايه تأثير شوية في انه الجلد يتحفز والبشرة الخلايا بتاعتها تتجدد وتنمو بشكل احسن. وكمان في من الحاجات برضو الموجودة في كريمات مضادة للتجاعيد انزيم اسمه Q10. ده بيساعد على ينظم شوية الطاقة بتاعة الخلايا فتخليها تشتغل كويس، وخصوصا ده في منطقة تحت العين. اوكي. في كمان مادة اسمها كينيتين، انا مش عارفة ممكن اكون بنطقها غلط، مش عارفة الصح بتاعها ايه، بس هي تقريبا كينيتين او كينيتاين، مش عارفة. بتساعد بشكل كبير برضو في تحسين شكل التجاعيد شوية والتصبغات. لو عندك تصبغات في جلدك بقع او حاجة، ده بيحسن من شكل التجاعيد، بيحسنها شوية. واخر حاجة الحاجات المستخلصات بتاعة الشاي دي بتكون مضادة، معظمها يعني مضادة للالتهابات. وده حتى لو رحتوا ذا بادي شوب هتلاقي عنده كريم مخصوص اللي هو بشجرة الشاي، ده مخصوص للبشرة الدهنية اللي عندهم حبوب وكده. هتلاقوا مستخلصات الشاي بتساعد على بتقلل الالتهابات. دي الحاجات اللي المفروض تكون موجودة على ظهر الكريم او من المكونات بتاعة الكريم مضاد للتجاعيد. طبعا اما هتستخدمي المنتج يعني ما تحكميش عليه انا استخدمته مرة او مرتين، مش قبل 3 شهور علشان تقدري تحكمي المنتج ده جايب نتيجة معاكي كويسة ولا لا. بعد كده عايزه اقول لكم التجاعيد اصلا بتطلع من ايه. التجاعيد بتكون نتيجه لنقص الكولاجين في البشره، وده طبيعي. كل ما بنتقدم في السن وكل ما بنكبر كل ما الكولاجين في وشنا بيقل شويه. عشان كده بقول اهتموا ببشرتكم يا جماعه من سن 20 سنه. ابدأي اهتمي ببشرتك، اوعي تقولي وشي ما فيهوش حاجه، لا ابدأي علشان تحافظي على وشك. التجاعيد هتظهر لان كلنا هنكبر ودي طبيعة الحال، لكن نحافظ على قد ما نقدر على شكل بشرتنا. وطبعا من الحاجات اللي بتزود التجاعيد انه ما بنهتمش ببشرتنا، فبالتالي زي حالاتي كده بشرتي بقت عندي خطوط، يعني لما برفع كده مثلا حواجبي لفوق بقى في خطوط باينه في قرطي جامد كأنها محفورة. وزائد طبعا اكيد في شوية تجاعيد كده حوالين العين يعني، فعشان كده لازم نهتم ببشرتنا كويس جدا. وطبعا الجو اصلا بيأثر على وشنا والاكل ويعني في حاجات عوامل طبعا خارجية بتأثر على وشنا، فلازم ان احنا نهتم بوشنا كويس جدا. وعلى فكرة مش لازم يكون الكريم غالي جدا علشان يكون كويس، لانه انا جربت مثلا حاجات غالية جدا وكانت بفلوس كتير لكن ما حسيتش ان هي جابت نتيجة كويسة معايا. فمش شرط ان الكريم يكون غالي قوي علشان يجيب نتيجة كويسة. دلوقتي بقى هكلمكم عن الروتين بتاعي انا بعمل ايه. انا من الحاجات اللي ما بستغناش عنها، واول حاجة لازم بعملها اول حاجة غسول. بغسل وشي اول ما بصحى من النوم بالبايوديرما، ده مخصوص للبشرة الدهنية والمختلطة. بيساعد كويس قوي في ان المسام تتقفل وتصغر شوية. بينظف كويس، بيتحكم في الدهون بشكل كبير جدا. وطبعا موجود في الصيدليات. سعره انا هقول لكم الحاجات اللي فاكره اسعارها والحاجات اللي مش فاكره اسعارها اعذروني. ده كان ب 84 جنيه، ده بجيبه على طول ما بستغناش عنه. بعد كده دي مية ورد على مية معدنية حطها في البخاخ ده. بستخدمه ده زي تونر، يعني هو بعد لما بغسل وشي برش منه. انا خلطت مية ورد ومية معدنية لان مية الورد لوحدها لما بتكون مركزة ممكن تعمل حساسية او حرقان في الجلد، تعمل التهاب يعني، فلازم تخفيها بحاجة. فانا ده نصها مية ورد ونصها مية معدنية ورجتهم كويس مع بعض. وبعد لما بغسل وشي برش على بعد تقريبا 30 سنتي او 20 سنتي على وشي كله علشان اقفل المسام.
بعد كده بستخدم الكريم ده اسمه فارماسيرس. الاس بي اف بتاعه 30 نسبة الحماية من الشمس. الكريم ده هو بولندي حلو قوي. انا جربت الافان بس الحقيقة يعني بعد لما استخدمته كام مرة لا لقيت ان هو يعني مش ماشي مع بشرتي كويس. هو كريم كويس جدا وناس كتير بتشكر فيه، بس انا ارتحت مع ده. يعني انا رجعت، انا كان بستخدمه ورجعت اجيبه تاني. ده سعره 129 جنيه. هو كده بحط منه، وعلى فكرة ساعات بستخدمه على ايدي كمان وانا نازلة لو انا هخرج. يعني القوام بتاعه كريمي كده وبيبقى حلو قوي كمان لو هتستخدمي ميك اب، ما بيخلي الميك اب شكله بيبقى حلو كده وبشرتك مترطبة كويس. اهم حاجة لما تدهني بيه وشك تعملي حركات دائرية وتشدي وشك لفوق. يعني هنفترض ان ده وشك، هتعملي كده ما تنزليش كده، اعملي وشك لفوق كده وكده، ومنطقة المناخير هتاخديها كده اوكي، وقرتك هتعمليها كده تمام. يبقى ده الكريم بتاع النهار. بعد كده كريم العين من ماركة كيو في. ده اي كريم. سعره كان 127 تقريبا. برضو جربته حلو قوي. يعني بيحسن شكل الخطوط الرفيعة اللي تحت العين. لو مش عندك كريم عين ممكن تستخدمي زيت لوز حلو ده من امتنان، بس اوعي تحطي ده لو انتي خارجه في الشمس. يعني ما تحطيش اي زيوت على وشك وانتي خارجه في الشمس علشان ما يغمقش المنطقه اللي تحت العين. فده تستخدميه يا اما بالليل يا اما لو انتي قاعده في البيت. ده يعني يعتبر بديل لزيت سوري لكريم العين. بعد كده برطب شفايفي. ده ليب بالم من ذا بادي شوب بالتفاح الاخضر. ده شكله من جوه. لحظه مش راضي يتفتح عشان حطيت كريم اهو. ده شكله من جوه. برطب بيه شفايفي كويس، بيرطب حلو قوي على فكره. وبعد كده برطب كمان ايدي بالكريم ده من ذا بادي شوب مخصوص للايد. ده بالنسبة للروتين بتاع الصبح. على فكرة الكريم ده انا بستخدمه برضو حتى لو مش خارجة. يعني بستخدمه في البيت حتى لو مش نازلة بستخدمه. لازم يعني خارجة مش خارجة لازم بعمل الحاجات دي. بالليل بقى لما الروتين بتاع بالليل لو حاطة ميك اب بستخدم ميك اب ريموفر بتاع نيفيا ده كويس. انا كمان عملت انا في البيت ميك اب ريموفر بس لسه انا بجربه. يعني انا بقالي شهر كده بستخدمه، فهجربه اكتر علشان اعمل لكم فيديو اكون هقول لكم انا عملته ازاي بحاجات سهله قوي في البيت. فلو انا حاطه ميك اب هشيله بالريموفر، وبعدين بستخدم بالليل ايفا كولاجين 3 دي افكت. ده بستخدمه لبالليل. حلو جدا بيرطب كويس جدا وريحته حلوه. مشكلتي بس الوحيده معاه انه الانبوبه بتاعته اللي جوه دي قصيره، فاخر شويه في الازازه ما بيطلعوش، فبحتاج بقى ان انا افتحها واحاول اطلع بيها كده واخد. لكن البامب دي ما بتشتغلش بعد شويه. فحلو جدا يعني انا بستخدمه على طول الايفا كولاجين. واخر حاجه ترطيب الايد من ايفا كولاجين برضو. ده كريم مخصوص للعنايه وترطيب الايد وتجديد بشره الايد بس فتره بالليل بس، فده يستخدم بالليل بس. بس كده هو ده الروتين بتاعي. ازاي انا بعتني ببشرتي. ده كان كل حاجة عن الفيديو النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وتكونوا حبيتوه. لو حبيتوا الفيديو وحسيتوا ان انتوا استفدتوا منه اعملوا شير للفيديو عشان الكل يستفاد، ولايك وسبسكرايب لو اول مرة تشوفوا الفيديوهات. وان شاء الله لو عندكم اي سؤال اي اقتراح سيبولي كومنت، وهسيب لكم الرابط بتاع انستجرام والبيج بتاعتي على فيسبوك.
وان شاء الله نتواصل مع بعض اكتر، واشوفكم على خير باذن الله الاسبوع الجاي، الخميس الجاي على خير. باي باي.